السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليوما معانا قصة: البخيل والفتاة الحامل. كنتما دعموني باشتراك وإعجاب باش نزيدو نعطي، وشكرا. كمل قصة حتى الأخر، ما اغتندمش، قصة واعرة. نبداو على بركة الله. كان واحد الراجل في واحد القرية المغربية، غني بزاف، عنده فلوس وأبقار وأغنام بلا حدود، ولكن البخل ديالو معروف في كل مكان. ما كيعطي لا للفقراء لا لعياله، وحتى زوجاته وبناته ما كيلقاوش معاه غير الجوع والقسوة. الراجل كان كيشوف أن كل هاد الخير كامل ما غاديش يبقى ليه إلا إلا كان عنده ولد يرثوه. فقرر يتزوج بنت خادمته، واحدة رقاقة وجميلة، وأمها وافقت بلا نقاش، حيث كانت باغا تزاد شوية ديال العيش. البنت من اللي تزوجات صبرت على القسوة ديال الزوج وزوجاته، ما كانت كتشكيش وما كانت كتعبرش على معاناتها، ولكن كان قليل الطعام وما كيعطيوهاش ما يكفيهاش. مورا شحال البنت حملات، والوحم بدا صعيب عليها بزاف. كل نهار كان كيزيد الألم ديالها. كانت كتفكر غير في واحد الحاجة وحدة: قطعة كبد خروف باش تهنى. أمها حاولت تعاونها، ولكن ما كانش عندها منين تجيب، والزوج البخيل بطبيعة الحال ما غاديش يعطيهاش. البنت ما قدراتش تسكت أكتر، فخطرت ليها فكرة شجاعة: تخرج خلسة للمزرعة ديال راعي الخروف باش تجيب الكبد اللي بغات. وصلت للمزرعة وشرحت للراعي الحالة ديالها، والراعي شاف الرحمة والمعاناة ديالها وخاطر على خدمته. جاب ليها خروف صغير، ذبحوا ليها وخرج ليها الكبد وطابوه ليها. البنت كانت فرحانة، وكلت الكبد وشكرت الراعي ورجعت للدار. ولكن المصائب ما كتمشيش بوحدها. الزوجة الأولى شافت غيابها وبعات خادمة باش تعرف شنو وقع، والخادمة رجعت كالت كل شي للزوجة الأولى. هادي جرات للزوج، والراجل البخيل غضب بزاف وحاول يخطط لعقاب وحشي. بغى يستعمل جملين: الطعام والماء، باش يقتلها بطريقة مروعة. أم البنت حذرتها وقالت لها: دير الصبر بنتي وكوني قوية. البنت قالت لها بإيمان وصبر: حين يطيب التريد يدير الله ما يريد. النهار جاء، والزوج حضر كل شي باش يطبق خطته، ولكن أول لقمة من الطعام علقت في حلقة فحموه، ومات مباشرة بالاختناق. البنت وأمها خرجوا سالمين وفرحانين، وولت هذه المقولة درس معروف في القرية: الصبر والإيمان كي نصر المظلوم، والله كيدير الخير للصابرين. من بعد هذا الحدث البنت عاشت حياة هادئة، تعلمت كيفاش تصبر وتتوكل على الله، وولات قصة ديالها قدوة للناس في القرية. كيقولوا لهم دايما: اللي صبر على الشدة الله كيقدر له الخير. العبرة المستفادة من هذه القصة هي أن حسن النية دائما ما كينتصرش في النهاية على الضغينة والكراهية والحقد. فعندما يكون الإنسان نقيا من داخله، فإن حياته تصبح أسهل وتتحقق له مطالبه من حيث لا يعلم. لذلك احرص دوما على أن تحب الخير لغيرك، فسعادة الآخرين لن تنقص من سعادتك شيئا، وغناهم لن ينقص من مالك شيئا. وسترى كيف أن حياتك ستصبح أسهل فقط بفضل حسن النية وصفاء القلب.